لكن ها هنا كلمة، هذا اللفظ لفظ البربر ربما استوحش منه بعض من ينتسب هذه النسبة ويقول لا تسمونا البربر لكن سمونا الأمازيغ، قولوا الأمازيغ لا تقول البربر. وهذا الاستيحاش له سببه أن هذا اللفظ هو يلتبس في ترجمته بلفظ آخر. البربر هذا يترجم إلى اللغات الأعجمية على وصفين، على ترجمتين. لبيغبيغ، وهذه ترجمته بالفرنسية بالإنجليزية بما شئتم، بيغبيغ هكذا كأنها باء مفتوحة ممالة. ويترجم بغباغ بالإنجليزية بربريان. كلا اللفظين يترجم العربية البربر. فالبربر بيغبيغ هم أبناء مازيغ، والبربر باغباغ بربريان هذا لفظ كان يطلقه الإغريق على كل من لم يكن من حضارتهم، يقولون برباريو، يقصدون ماذا؟ من لا ينتمي إلى الإغريق في ذلك الزمن، فهو ليس بمثقف وليس بمتعلم، فهو من جملة الهمج المتوحشين. وأخذ هذا التسمية أيضا الروم اللاتين لما استولوا على الدنيا، كانوا يلقبون من يكون خارج سلطانهم ونفوذهم بربريان، برباري. ومن هم الذين يقعون بالنسبة لهم كل من ليس يقع تحت سلطانهم ونفوذهم فهو من الهمج الرعاع المتوحشين. فهذا الالتباس هو الذي يعني أوقع في نفس هؤلاء المنتسبين إلى هذا النسب، أوقع في نفسه بهذا الاستيحاش. والحق أنه لا ينبغي أن يكون. لماذا؟ لأن هذه اللفظة قديمة جدا في نعت هذا الجيل من الناس. ها هو مالك متوفى سنة 79 و100 يروي أن عثمان أخذها من البربر، قديمة في الدالة على هذا الصنف من الناس. وتكلم أهل العربية وأهل الأنساب وأهل الاشتقاق عن اشتقاق هذا اللفظ، من أين اشتق. بعضهم يقول اشتق من بر بن قيس على بن مضر، هذا الذي يقول إن أصلهم من العرب. وبعضهم يقول من البربرة، بربرة اللسان. المهم يذكرون في ذلك أقوال ويذكرون أشعارا، ولم يكن ذلك يؤذي أحدا من الناس، مما يدلكم على أن هذا الاستيحاش والوجدان في النفوس شيء طارئ حادث. ولكن مع ذلك إذا علمنا هذا فإن ربنا سبحانه يقول ولا تنابزوا بالألقاب. ربنا سبحانه